انا محتاج حضرتك في استشارة ضرورية جدا يا دكتورة. اتفضل. معروض عليا استثمار ب500 ألف جنيه. مجال ايه؟ مجال تغذية. تغذية؟ يعني ايه، زي الاكل كده ولا مكملات غذائية؟ لا، مكملات غذائية. طب كويس، تفاصيل ايه؟ التفاصيل: المنتج تكلفته أقل من 30 جنيه وبيتباع ب250 جنيه، يعني في صافي ربح أكتر من 200 جنيه. يعني لو أنا بعت 10,000 علبة هطلع بصافي ربح 2 مليون جنيه وأنا حاطط رجل على رجل. لا لا استنى، الحسبة مش كده خالص، الموضوع اكبر من كده بكتير. تعال نشوفها مع بعض واحدة واحدة. اغلب الناس بتقول طبعا دي صفقة، لكن الحقيقة اكتر من 80% من المشاريع دي بتفشل، مش علشان السوق وحش لكن علشان الارقام ما بتتقرأش صح. النهاردة هوريك الحقيقة الكاملة، مش من بره السوق، لا من جوه. خليني احكي لك موقف حصل فعلا. مستثمر كلمني، كان داخل مجال المكملات الغذائية، قال لي جملة بسمعها كتير جدا: الهامش هنا ضخم جدا. وقال لي رقم واضح: تكلفة المنتج 30 جنيه وسعر البيع 250، يعني مكسب اكتر من 200 جنيه في العبوة الواحدة. يعني لو بعنا 10,000 عبوة هنكسب 2 مليون جنيه واحنا حاطين رجل على رجل. الارقام شكلها مغري جدا، لكن ساعتها سألته سؤال واحد: انت حسبت كل التكاليف؟ ولقيته فجأة سكت. تعال نحسبها سوا، مش بس بشكل نظري، بشكل السوق الحقيقي. المنتج بيتباع للمستهلك ب 250 جنيه، لكن الصيدلية بتاخده ب 180. يعني انت فعليا مش بتبيع ب 250، ودي اول غلطة. نبدأ بالتكلفة اللي الكل شايفها: تكلفة التصنيع 30 جنيه بس. دي اول نقطة بس. نضيف عليها بقى تسجيل وترخيص 20 جنيه للعبوة الواحدة، وتعبئة وتغليف 15 جنيه، وتسويق 50 جنيه، وتوزيع حوالي نسبة 30% للصيدلية والموزع، ومرتجعات واكسباير من 5% ل 10%. المنتج اللي كان مكسبه 200 جنيه بقى مكسبه الحقيقي 40 جنيه. يعني المارجن او الهامش الحقيقي وصل من 10 ل 20% بعد ما كان 70%. وهنا حصلت الصدمة: المستثمر داخل متوقع 70% ربح، لكن الحقيقة طلعت 15% بس. وده أخطر فرق في أي بيزنس، فرق التوقعات، وده اللي بيكسر المشاريع. رقم واحد: الترند. منتج تخسيس ينجح ويبقى ترند، السوق كله بيدخل، والنتيجة المنتج يموت والترند يروح، واللي داخل في الآخر بيخسر. تاني حاجة: التوزيع. علشان تنجح في المجال ده لازم المنتج يبقى مفروش كويس في الصيدليات، وفي نفس الوقت الصيدليات مش بتحب تجيب صنف مش معروف غير لما تشوف روشتات كتير. انا شفت مشروع منتج ممتاز لكن مش موجود في الصيدليات، بالتالي المبيعات صفر. 3: الإعلانات. لازم تصرف إعلانات ودعاية كتير في الأول، بس مش لدرجة تصرف مثلا 100,000 وتبيع ب120,000 وتفتكر نفسك كده كسبان، ولو العميل مرجعش يشتري أنت بتدفع من أول وجديد. خلينا نرجع نحط أرقام حقيقية بقى. مستثمر حط 500,000 جنيه، صرف 50,000 تسجيل وترخيص للمنتج، و150,000 تصنيع، و200,000 تسويق، و100,000 تشغيل، وباع ب400,000. النتيجة خسارة 100,000، على الرغم ان المنتج كان بيتباع. وده اخطر نوع خسارة، لانك فاكر انك ماشي صح. ساعتها قلت له الجملة دي: انت مش بتبني منتج، انت بتبني منظومة، والمنظومة دي لازم يكون فيها 3 حاجات: ديستريبيوشن كويس او توزيع كويس، تاني حاجة براند معروف، تالت حاجة ريبيت برشيز أو تكرار شراء من العميل. وفي مصر فعلا وصل ل 40 مليار جنيه سنة 2025. المكملات الغذائية فعلا بيزنس كبير بس مش سهل. هو بيزنس بيعاقب اللي داخل من غير فهم، واللي بيدخل علشان الهامش غالبا بيطلع بدري بدري. المستثمر الشاطر مش بيدور على منتج بيكسب، بيدور على نظام يعرف يقرر الربح. الفرق بين النجاح والفشل في المجال ده مش المنتج، المنظومة. لو بتفكر تدخل مجال المكملات الغذائية، قبل ما تحط فلوسك اسأل نفسك سؤال واحد: هل أنا فاهم الأرقام ولا شايف الشكل من بره بس؟ هسيب لك أداة في الكومنتات بنستخدمها قبل ما نبدأ أي مشروع: معاطي انفستمنت كالكوليتور، وشوف المشروع ده هل فعلا فرصة ولا مخاطرة. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها صح.